يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، ازيكم حبايبي؟ وحشتوني. يعني هو بسمله بيصبح عليكم وبيقول لكم ما تنسوش اللايك يا جماعه. ده اول ظهور لجوزي معايا، واخيرا ربنا هداه ورد انه يطلع معايا في القناه. بس كان مقطع صغير كده ومشي. قال لا انت بتقفل الباب ورايحه فين يا دودو؟ احنا طالعين جوله النهارده، رايحين فسحه انا والبنات واشرف، وهناخدكم معانا. واتمنى ان انتوا ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وتدعموا الفيديو بلايك جميل زيكم كده وكومنت اجمل يفتح نفسي كده، وتقولوا لي ان الفيديو عجبكم باذن الرحمن. هنا البنات كل واحده بتصبح عليكم وتقول لكم صباح الخير صباح الخير. ما تنسوش اللايك، دي نونا الصغيره، اصغر بنوته عندي. هنا احنا رايحين عند ماما، وان شاء الله ناخدكم معانا في الجوله. يعني اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، وما تنسونيش باللايك. حمودي ورودي وهنا وبسبوسه، طبعا بسمله بالحجاب جميله جدا. تقول لكم ما تنسوش اللايك يا حلوين. هنا انا طبعا اول مره اعمل معاكم جوله في القناه، بس اتمنى ان يكون فيديو حلو وخفيف على قلوبكم وتدعموني باذن الله. احنا بالنسبه لنا فسحه ماما دي او مشوار عند ماما ده بيبقى بالنسبه لنا فسحه جامده جدا جدا جدا، فكلنا كنا مبسوطين وان احنا رايحين البلد بقى. هنا حبيت اصور لكم الطبيعه وجمالها في الطريق. احنا عندنا في المنطقه اللي انا عايشه فيها الخضره فيها جميله والزرع جميل، ويعني بصراحه كل حاجه ترد الروح، رمله صفرة وميه حلوه وكل حاجه، يعني شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. طبيعه جميله جدا والله يا بنات. وهنا ابو بسمله كان نزل بقى عشان يجيب لنا قرص نفطر، لان احنا كنا طالعين الصبح بدري ما كناش فطرنا. يا بقى صحينا من النوم لبسنا وجهزنا وقلنا هنفطر في الطريق بقى واحنا ماشيين. كان نفسنا بامانه يجيب لنا حاجات كتير كده، بس كنا يوم جمعه والمحلات كانت قافله، فكويس ان نلاقي حاجه في الطريق واحنا ماشيين. وهنا كنا بنمون نحط بنزين في العربيه. طبعا هي عربيتنا على قدنا كده، بدون كومنت على العربيه لو سمحت. انا حبيت اصور لكم كل حاجه احنا شفناها في اليوم ده، وتبقى الجولة ايه جميلة معانا كده، وكله كله كله معانا. بسبوسة كانت جعانة وتقولك ما تنسوش اللايك. وحمودي بيبي كان لسه صاحي من النوم وعايزين يفطروا بقى، يا دوبك احنا صحينا توكلنا على الله مشينا على طول. وحمودي حبيب قلبي ماما كان قاعد على رجليه طول الطريق. هنا شايفين الطبيعة، الطبيعة جميلة جدا والله. ده كان ده كان ايه والله ما انا فاكرة ده كان ايه. الصورة ماشية بسرعة. بس ده شجر استفندي وبرتقال. حبيت اصور لكم برضو جنان الاستفندي والبرتقال كده واحنا ماشيين، الجنان يبقى شكلها حلو. ودي كده كنا دخلنا على صوان الحجر، لو انتوا تعرفوها. صوان الحجر من الاماكن التاريخيه المعروفه في مصر كلها. هنا السور ده لسه عاملينه جديد، عشان جوه المنطقه دي كلها منطقه اثريه، وفيها اثار كتير. دايما الناس بيقعدوا يفحروا فيها ويدوروا وبيطلعوا اثار، والله بيقولوا والله اعلم. فجت الحكومه بقى وعملت عليها السور ده عشان محدش يتخطاه يعني. قال يعني كده هيمنعوا الناس، والله اللي عايز يخش هيخش. دي كده كنا احنا خلاص قربنا نخش على بلدنا، يعني هي بلدنا بعد البلد دي بإذن الله على طول. شايفين مدخلها، المدخل جميل، حبيت اصوره لكم برضو من الاول كده واحنا داخلين. هي والله الشرقية فيها اماكن حلوة كتير، بس يعني احنا اصحاب الشرقية ما بنروحهاش. يعني هنا في صان الحجر في متحف جميل جدا، بيفتح يوم العيد. يوم العيد 3 ايام في العيد. هنا محافظة الشرقية صان الحجر، دي مدخل ايه البلد كده، مدخلها جميل جدا. طبعا الحصان اللي هو رمز الشرقية، حبيت برضه اصوره لكم. الحاجات دي كنا بناخدها في الدراسات زمان، فكويس ان احنا لسه فاكرين. وده المدخل ده مدخل المتحف اللي ايه اللي هنا في صون. المتحف يمكن انتوا شايفينه المبنى البعيد اللي ورا ده، هو ده المتحف. وانا طبعا نزلنا بقى في البلد عشان نجيب فواكه بقى وحاجات من عند فكهاني، عشان ناخدها معانا طبعا عند ماما. هنا بسبوسه اللي كانت عماله تصور
عماله اتصور كل حاجه بقى هاتي من ده يا ماما، لا هاتي من ده. على فكره انا بتفرج على المقطع ده معاكم لسه لاول مره، ما شفتش بسمله صورت ايه. هي كانت عماله تصور فاكهه وانا بنقي وتقولي تعالي يا ماما اشتري من ده، بس صورتني هنا وانا بجيب برتقال. ايه رايكم في تنقيه البرتقال؟ شاطره. جبنا بقى الفواكه اللي احنا عايزينها وخلصنا الفواكه بتاعتنا. بصراحة ما شاء الله المحل ده كبير ومحل نضيف جدا، وكل الفواكه اللي فيه جميلة ونضيفة بتبقى طازة، ما بنجيبش منه يعني احنا ما بنروحش بدري ما بنجيب من المحل ده، كل حاجة فيه جميلة. وهنا توكلنا على الله بقى ودخلنا، وده مدخل بلدي الجميلة، أحب البلاد إلى قلبي، بلدي العزيزة عليا. طبعا مهما الواحد اتغرب عن بلده فهو ده مسقط رأسي، وده بلدي اللي برتاح فيها جدا. دخول كده بحس براحة نفسية فظيعة والله يا بنات. انا بتفرج معاكم دلوقتي وانا بسجل كنت حاسه براحه نفسيه جامده جدا، واشتقت للمكان ده تاني، اشتقت ان اروح هناك، ان ناسي واهلي واصحابي وجيراني وحبايبي وزمايلي في ايام الدراسه. كل مكان في البلد كده بيكون الواحده لها ذكرى فيها. اكيد اي واحده متجوزه بعيده عن بلدها هتحس بنفس الاحساس اللي انا حاساه، ان انت تحسي كده يعني. الغربه برضو مهما كان ما بروحش غير كل فين وفين، بحس بغربه بجد وانا داخله البلد. بحس بقى براحه نفسيه جامده جامده جامده. بلدنا جميله جدا والله الحمد لله. اتمنى تكون جولة النهاردة مش تكون متعبة بالنسبة لكم ولا تكون مملة، وتشجعوني كده بالله عليكم يا بنات باللايك والكومنت الحلو، لان في مفاجأة ان شاء الله تلاقوها في اخر الفيديو. معايا ناس يمكن ظهروا معايا قبل كده في القناة، بس كان في فوق مقطع صغير في فيديو قديم جدا، هيظهروا معايا النهاردة ان شاء الله. طبعا احنا كنا يوم جمعة، والناس يعتبر كان كلها ايه في بيوتها كده مأجزة، فالبلد مش زحمة. فكان ده احسن حاجة ان المحلات كلها قافلة والناس نايمة كده في بيوتها، اجازة بقى النهاردة. كل الناس قاعدة وكان في البيت، مفيش الا يعني ناس بسيطة جدا هي اللي ايه ماشية في الشارع كده. لكن في الطبيعي بتبقى البلد زحمة جدا، طبعا بقى مدارس مصالح حكومية اي حاجة، وبقى في شغل جامد كده وتلاقي البلد زحمة. بس الحمد لله احنا كنا يوم جمعة كان يوم هادي. وحمودي هنا كان نعسان، وصحيته قلت له قوم يلا احنا وصلنا، قام بقى وعمال يتفرج. حتى البنات بيبقوا مبسوطين بدخلة البلد ده، الجامع الكبير اللي في بلدنا. حتى عيالي بيكونوا مبسوطة وهي رايحة البلد، يعني بالنسبة لهم فسحة ومكان غير المكان ده. كده بقى أول ما أدخل إيه من عند ماما كده. بجد بلدنا حلو. محل الدهب ده اللي أنا جايبة منه شبكتي. كل ما بعد عليه بفتكر اليوم ده. المحلات كلها قافلة، كان نفسي أصور لكم المحلات مفتوحة، بس يلا كل شيء نصيب. كعب الغزال دي كلها محلات ملابس ومحلات أحذية واكسسوارات. حتى في بعضهم فاتح اهو. كده احنا خلاص بقى ايه على الابواب وقربنا نخش عند ماما. ومفاجأة طبعا هم عارفين ان احنا جايين وقاعدين مستنيينا، وكل شوية كانت اتصالات انتوا فين انتوا فين انتوا فين. فاحنا خلاص بقى نعد 1 2 3 هنلاقينا ان شاء الله دخلنا عند بيت ماما. وهنا وصلنا بالسلامة يا حبايبي، واقفين مستنيين اللي واقفين دول ولاد اختي. واقفين مستنيين وبيزقططوا ازاي ان احنا جينا. ما شاء الله رودي ما استنتش ان العربية تقف، نزلت لاخواتها بسرعة. دي توتة بنت اختي الجميلة. حبيبة خالته.
مؤمن وتوته وحمودي، ودي تيتا ما تحرمش منك يا تيتا يا رب. العيال كلهم نسيوا العربية ونسيوا كل حاجة، وكله نزل يجري، حتى أشرف كله نزل يجري يخش بسرعة يلحق يسلم. اخش انا كمان بقى استأذن منكم كده ثواني، اخش اسلم على ماما. يلا بينا نسلم كده مع بعض. وصلنا بالسلامة والحمد لله. هنا ماما بتسلم عليكم وبتقول لكم ما تنسوش يا جماعة اللايك، يا جماعة ما تنسوش اللايك عشان خاطر ان شاء الله الفيديو يترفع بيكم بإذن الرحمن. نخش بقى ونشوف ماما عاملين لنا ايه بقى جوه. يلا بينا نخش نشوف الاكل ونجهز لنا ايه. هنا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، لقينا ماما عامله لنا وليمه. احنا عامله لنا رومي وفراخ وبط ومحشي ومحاشي بانواع مختلفه وشوربه ولوبيا ورز بشعريه. بصراحه تسلم ايدك يا امي، يا رب ما تحرمش منكم. اتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا الفيديو بالله عليكم يا بنات باللايك، وتكتبوا لي في الكومنتات لو الفيديو عجبكم. باذن الله اعمل لكم جولات لكل حاجه وكل مشوار نروحه. واشوف وشكم على خير يا رب. باي باي.